بعد اندلاع الاشتباكات في 20 من شهر نيسان الجاري بين قوات الحماية الشعبية والأسايش وقوات النظام وشبيحته الدفاع الوطني، تمت اتصالات مباشرة بين التحالف الوطني الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي التقدمي للتحضير لاجتماع كردي عام بهدف توحيد وتبيان الموقف الكردي من هذا الحدث الكبير. وقد استجابت حركة المجتمع الديمقراطي تفدم لندائنا، وكذلك حزب آزادي كردستاني. أما المجلس الوطني الكردي فقد تجاهل نداءنا ولم يستجب ولم يحضر كل الاجتماعات التحضيرية الثلاثة بهذا الخصوص. اليوم 24 نيسان قررنا عقد اجتماع عام لأحزاب التفدم، هفبندي، تجمع الديمقراطيين واليساريين، الكرد السوري، الحزب الديمقراطي التقدمي، حزب آزادي الكردستاني، لعقد اجتماع عام للاتفاق أو لتوحيد الموقف الكردي اتجاه هذا الحدث. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع في غدا 25/4 في قاعة نور الدين زازا، والاجتماع مفتوح للأعلام وبكل وسائله المسموعة والمقروءة والمرئية.